النهارده كان في زيارة مفاجأة. خلي بال حضراتكم من الكلام اللي أنا بقوله. النهارده كان في زيارة مفاجأة من كل نجوم النادي الأهلي القدامى لفرع التجمع. أنا ما بحبش أقول فرع، ولكن مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس. وكان كابتن محمود الخطيب متواجد. خلي بال حضراتكم، أحلى حاجة في الدنيا لما تقعد مع زمايلك اللي أمام حضراتكم. كابتن محمود طبعا رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومعه مجموعة كبيرة من زملائه ونجوم وأساطير النادي الأهلي اللي كانوا موجودين في الجيل اللي كان فيه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، وعملوا له مفاجأة كبيرة جدا بتواجدهم داخل النادي الأهلي. زي ما حضراتكم شايفين أسماء كبيرة جدا جدا ومحترمة، وكلهم لهم معزتهم وكلهم لهم حبهم في تقدير وفي قلوب كل جمهور النادي الأهلي. كابتن حسام البدري، كابتن ضياء السيد، كابتن أحمد شوبير، كابتن جمال السيد، في وجود طبعا كابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، الأستاذ جمال مدير الإعلام في النادي الأهلي، طبعا الأسطورة الكبيرة جدا الحاج تيسير الهواري، أو اللي قاعد جنب كابتن حسام غالي ده الأسطورة الكبيرة جدا الحاج تيسير الهواري. ده أحد كبار الأسماء اللي موجودة في النادي الأهلي الحقيقة، واللي دايما بيتاخد برأيه. الحاج تيسير الهواري ده قيمة كبيرة جدا جدا داخل النادي الأهلي. كابتن تامر حفني، وأيضا الحاج تيسير الهواري أحد رموز لجنة الحكماء اللي موجودة داخل النادي الأهلي. المفاجأة اللي كان عاملها نجوم النادي الأهلي للكابتن محمود ولجمهور النادي الأهلي بتواجدهم، وهذا التجمع الرائع داخل مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس الحقيقة. وانا بتكلم معاهم معظمهم النهارده الحقيقه في التليفون، النجم الكبير كابتن رمضان السيد، النجم الكبير كابتن مختار، النجم الكبير الكابتن محمد عامر، نجوم كبيره جدا واساطير كبيره جدا في عالم كره القدم كلهم الحقيقه. النهارده النجم الكبير كابتن اسامه عرابي، اسماء كبيره جدا، وكلهم كانوا متواجدين في مفاجاه كبيره جدا للكابتن محمود الخطيب، اللي الحقيقه يعني دايما كابتن محمود له شكل كده وأمر خاص بينه وما بين محبيه من وزملائه. كابتن إكرامي طبعا، كابتن فوزي سكوتي، كابتن شطة، كابتن ربيع ياسين. أنا بقول كل الأسماء اللي أنا بشوفها يعني. كابتن ربيع ياسين طبعا كان متواجد، كابتن فوزي سكوتي أهو أمام حضراتكم، يعني كابتن أيمن شوقي أيضا من الجيل اللي لعب أيضا شوية مع كابتن خطيب ولا ما لعبش. أسماء كبيرة جدا الحقيقة كانت متواجدة النهاردة في هذه الزيارة المهمة جدا جدا جدا. عندما تكون سعيد ومبسوط لما بتشوف زمايلك، لما بتقعد وسط زمايلك، لما بتفتكروا الأيام الجميلة الكبيرة اللي قعدتوها مع بعض، الجيل اللي حضراتكم شايفينه والأجيال اللي حضراتكم شايفينها مع حضراتكم على الكاميرا، كلها أجيال كانت مبسوطة وقعدوا مع بعض سنوات طويلة جدا جدا في عالم كرة القدم. زي ما قلت لحضراتكم اللاعبين زمان ودلوقتي بيقعدوا مع بعض، كانوا بيقعدوا مع بعض أكتر ما بيقعدوا في بيوتهم. أيضا من النجوم اللي هيكون معانا بقى النهاردة في الجزء الثاني من هذه الحلقة النجم الكبير كابتن ماهر همام، اللي هيتكلم بقى معانا أكتر في هذه الأمور. الحقيقة تجمع رائع، مفاجأة رائعة عملها كل هؤلاء الأساطير الكبيرة جدا جدا اللي موجودين في النادي الأهلي للكابتن محمود، وتم الترتيب لهذا الأمر الحقيقة. وكابتن شطة طبعا، وسيادة الوزير النائب رئيس النادي الأهلي العمري فاروق كان متواجد أيضا في هذا التجمع وهذه المفاجأة الرائعة الحقيقة، اللي بشكر عليها كل الحقيقة نجوم وأساطير النادي الأهلي اللي كانوا متواجدين النهاردة أمام حضراتكم. الحقيقة أساطير رائعة كلنا اتعلمنا منهم. النجم الكبير كابتن فتحي مبروك طبعا اللي متواجد مع هذا الجيل. فالحقيقة الواحد لما بيشوف النجوم والأساطير دي وبيعرف قد إيه إن هو اتعلم منهم وشاف منهم حاجات كبيرة جدا وكثيرة جدا، أي حاجة الواحد اتعلمها فهو اتعلمها من هذا الجيل، كابتن محمود وكابتن ربيع وكابتن فوزي سكوتي وكابتن عامر، كابتن محمد عامر وكابتن
مختار، كابتن تامر حفني، كابتن شطه. لا يعني بصراحه اسماء، وكابتن ربيع ياسين طبعا، ربنا يديهم الصحه والعمر ونفضل نتعلم منهم كثير وكثير الامور خلال الفترات القادمه، لانه الحقيقه كل ما بتشوف هؤلاء النجوم هتعرف قد ايه ان احنا كان عندنا في النادي الاهلي وسيظل اسمائهم دائما محفوره داخل جدران النادي الاهلي. هؤلاء النجوم وهؤلاء الاساطير حفروا اسمائهم بحروف من ذهب داخل جدران النادي الاهلي، ومن المباريات اللي لعبوها، ومن البطولات اللي خدوها، ومن الادب والاخلاق اللي بيصدروه لكل من، يعني تخيل بقى حضرتك لما تيجي تتكلم عن كابتن مختار ولا كابتن محمد عامر ولا كابتن شطه ولا كابتن شوبير ولا كابتن اي حد ولا كابتن ضياء ولا كابتن حسام، كل حد، كل الاسماء اللي موجوده، انا بس عشان ما انساش حد، لكن كل الاسماء اللي موجوده كلها اسماء كبيره جدا. كابتن جمال السيد، وكلهم الحقيقه لهم دور كبير فيما يحدث او فيما حدث من تاريخ خلال الفتره اللي كانوا متواجدين فيها. وكابتن محمد حشيش طبعا، والاسماء كلها بقى امام حضراتكم اهي. كابتن ربيع، كابتن رمضان، كابتن ماهر، كابتن حشيش، كابتن حسام البدري، كابتن عامر، حاج تيسير الهواري، كابتن فتحي مبروك، كابتن ضياء، كابتن تامر حفني، كابتن احمد شوقي، كابتن شوبير، كابتن جمال السيد، كابتن اسامه عرابي، كابتن فوزي سكوتي، كابتن رمضان السيد، كلها اسماء. شكرا لهذا الشكل الرائع وهذا التواصل الرائع ما بين الاجيال، حاجه محترمه وحاجه جميله جدا جدا. الاعظم والاجمل والاحلى ان هؤلاء النجوم عملوا المفاجاه دي للكابتن خطيب داخل مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس. لما جيت اتكلم معاهم الحقيقه، اللي قاعد جنب كابتن خطيب عميد احمد النحاس، مدير الفرع في مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس. الحقيقه وانا بتكلم مع كل هؤلاء النجوم قالوا لي يا اسلام احنا قعدتنا حلوه وقعدنا نضحك وهنتكلم عن هذا الامر مع كابتن ماهر همام، ولكن احسن حاجه اتقالت لي قد ايه ان مقر التجمع الخامس ده تحفه فنيه رائعه بكل المقاييس. قالوا لي الحاجات اللي احنا شفناها داخل مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس ما شفناهاش في اي نادي تاني. الاسماء اللي حضراتكم شايفينها دي تقريبا راحت كل الانديه في مصر، وتقريبا لفوا. النجم الكبير كابتن اكرامي طبعا كان متواجد. الناس دي لفت في كل انحاء العالم وشافوا انديه كثيره جدا جدا وشافوا حاجات كبيره جدا. اللي اتقال لي منهم النهارده على الشكل الرائع والامور الرائعه اللي معموله داخل مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس، لا حاجه تفرح وحاجه تبسط وحاجه تسعد ملايين من الجمعيه العامه للنادي الاهلي والجمعيه العموميه طبعا للنادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي في كل مكان. ان شاء الله قريبا جدا زي ما قلت لحضراتكم تقريبا مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس انتهى تماما باستثناء بعض الامور او بعض الادوات اللي جايه من بره. كابتن خطيب مصر على ان كل الحاجات دي تبقى موجوده عشان يتم الافتتاح الرسمي لاعضاء الجمعيه العموميه. الحقيقه ده اصرار من مجلس كابتن خطيب ومجلس اداره النادي الاهلي على هذا الامر. حاجات بسيطه جدا اللي فاضله ان شاء الله خلال الايام القادمه هتوصل او هي وصلت بالفعل وهتخش من الجمرك، وان شاء الله يتم افتتاح مقر النادي الاهلي عندما يتم الاعلان عن ذلك. زي ما حضراتكم شايفين ايضا كان الدكتور محمد سراج عضو مجلس الاداره والاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي متواجد مع الكابتن محمود الخطيب في هذا التجمع الرائع. زي ما قلت لحضراتكم هي كانت زياره دوريه بيعملها مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود ومجلس اداره النادي الاهلي للتواجد في مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس علشان يشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. كابتن خطيب فوجئ الحقيقه بهذه الكوكبه اللامعه والكبيره جدا من هؤلاء النجوم اللي حفروا وسطروا اسماء كبيره جدا جدا داخل النادي الاهلي. ايه اللي حصل في زياره قدامى النادي الاهلي لمقر النادي الاهلي بالتجمع الخامس؟ خلينا نطلع نشوف هذا التقرير الرائع ونرجع نكمل مع حضراتكم. شفنا صرح من يعني
خطوات النادي الاهلي اللي بيقوم بيها، ان كل فتره بيضيف صرح جديد لمنشآته بشكل متميز وبشكل بيخدم اعضاء النادي الاهلي وبيخدم مصر كلها، لان دايما النادي الاهلي لما بيعمل حاجه بتبقى مؤثره بشكل ايجابي كبير جدا، بتعود بنفع كبير جدا على الرياضه بشكل عام. وبنفس الوقت طبعا بنشوف ان النادي الاهلي كل يوم بيعمل انجازات، فاحنا سعداء طبعا باليوم ده. وفي نفس الوقت بقول ان التجمع اللي حصل النهارده واللي احنا شفناه في فرع التجمع حاجه تدعو للفخر. طبعا هي ان احنا نكون موجودين في بيتنا، الاسم هو كفيل انه يبقى بيتنا، فرع او فرعين او 3 أو 4، لكن احنا فخورين طبعا بوجودنا مع الكابتن الخطيب. الكابتن الخطيب احنا طالعين مع بعض، يعني طالعين من جوه بعض في انه يكون مسؤول عن النادي الاهلي وتطوير النادي الاهلي والفروع اللي هي بتتفتح في النادي الاهلي، وان احنا نكون جزء من نجاح الكابتن في قياده النادي الاهلي. فدي حاجه بتشرفنا جميعا، وانا بشوف انه انا بالنسبه لي يوم سعيد جدا ان انا اكون موجود جوه النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي جوانا واحنا جواه، في ان احنا بنشهد تطوره بانشاء هذه الفروع. فدي حاجه كبيره جدا لمصر وحاجه كبيره جدا للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. وبنشكر، مش عايز اقول بنشكر الكابتن الخطيب، لان احنا طول الوقت مع الكابتن محمود الخطيب، ان احنا كل الجيل متواجد بشكل كبير جدا، وان شاء الله اجيال واجيال تكون موجوده. يعني اعتقد يعني احنا جينا شفنا حاجات معموله الحقيقه بشكل يعني حديث جدا 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 الحقيقه. واعتقد ان النادي كمان مثلا موسم ولا حاجه هتلاقيه من افضل الافرع كمان اللي موجوده للنادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا بيضيف افرع كتير الحقيقه. انا بصراحه يعني سعيد جدا جدا، اول مره اجي هنا، سعيد جدا جدا بالتجمع الجميل اللي احنا شايفينه، كابتن خطيب واعضاء مجلس اداره. دي اذا كانت بتدل على شيء بتدل على علاقه النادي الاهلي واصاله النادي الاهلي، والنادي الاهلي ما بينساش ابنائه، يعني حتى الاجيال كلها ما شاء الله موجوده، وعدد كبير من اللاعبين موجودين، وعدد كبير من اللعيبه اللي لعبت في النادي الاهلي ومثلت النادي الاهلي موجودين. فاذا كان بيدل ان مجلس اداره النادي الاهلي فعلا يعني بيبقى عنده حاجه كويسه جدا لمستقبل النادي الاهلي، سواء في التجمع، في زايد، في مدينه نصر، في اهلي الجزيره. كل هذه الامور انا شايفها حاجه ايجابيه جدا لمجلس اداره النادي الاهلي. محظوظ جدا ان انا كنت افتتاح مدينه نصر كنت موجود، وافتتاحها دلوقتي ان شاء الله هكون موجود برضه في التجمع، وافتتاح بقى الشيخ زايد كنت موجود. يعني الحمد لله ربنا يعني كرمني ان كنت موجود في كل هذه الحقيقه الاصرح المختلفه للنادي الاهلي في الافرع بتاعته. يعني احنا النهارده اتكلمنا شويه حاجات كده، الحقيقه تجمعنا ده بجانب ان احنا جايين عشان نشوف النادي بتاعنا، النادي الجديد ده. مناسبه طيبه جدا، ودي حاجه تجمع اكيد احنا كلنا حريصين جدا فيه. صرح من الاسلحه العملاقه بالنسبه للنادي الاهلي، وده امر مهم جدا لينا. اكيد ان هو هيضيف لنا اضافه كبيره جدا جدا للصروح الموجوده، وده يعني الحاجات اللي فرضت على نادي زي النادي الاهلي انه يبقى عنده حاجات عملاقه بالشكل اللي احنا فيه ده، حاجه يعني صراحه فوق الوصف. احنا مبهورين بالبنيه الاساسيه اللي معموله على افضل شيء واحدث شيء في المستجدات يعني. وده امر يعني اكيد ان احنا سعداء جدا جدا بيه، وبنتمنى ان شاء الله يعني ده ما يبقاش اخر الصروح للنادي الاهلي ان شاء الله. حاجه محترمه قوي، وفخر طبعا للنادي الاهلي وفخر لينا جميعا. يعني عملنا جوله حلوه قوي فيه، وكان يوم جميل طبعا، واستعدنا ذكريات كتير بقى واحنا بنلعب مع كباتننا الكبار. وشفنا الملاعب الجميله، وملاعبين كويسين قوي قوي على مستوى عالي، وفي ملاعب للاعضاء خماسي، ومكان محترم جدا وجميل حتى للاعضاء. بالنسبه للحدائق، بالنسبه لالعاب الاطفال، يعني شايف صراحه صرح كبير فعلا اضيف لتاريخ النادي الاهلي. بقول الف مبروك طبعا لمجلس الاداره على المجهود الكبير اللي موجود. وزي ما حضرتك شفت احنا لفينا في النادي، وحاجه جميله جدا. وطبعا انا سعيد جدا ان انا ابقى متواجد في اليوم دوت، لان ليا الشرف ان انا لعبت مع الجيل العظيم ده. فانا سعيد جدا، ما اقولكش فرحتي قد ايه ان انا مع كباتن بتوعي موجودين، كل اللي انا لعبت معاهم، وكان ليا الشرف ان انا تواجدت معاهم. وطبعا على اسمه كابتن محمود، انا ما لعبتش معاه طبعا بس كابتني برضه. وبالتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله هنشوف حاجه حلوه ان شاء الله في الفرع الجديد بتاع النادي.